في البداية أهلا وسهلا بكم. نحن في هذه الأيام نقود حملة في مناطق شمال شرق سوريا من أجل إخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب. هذه القائمة السوداء التي تم وضع الحزب عليه من قبل بعض الدول دون وجه حق. القضية حتى الآن فيها غموض وليست كافية من أجل وضع حزب كحزب العمال الكردستاني يمتلك تاريخ حافل بالمقاومة والنضال ضد القوى الظلامية وضد بعض الأنظمة المستبدة بالمنطقة، وعلى رأسهم الدولة التركية ومرتزقاتها، وهو حزب له رصيد كبير في محاربة أكبر تنظيم ظهر حتى الآن في التاريخ، وهو تنظيم داعش. في سوريا والعراق قام الحزب بمحاربة داعش وإنهائه عسكريا. طبعا نتيجة خذلان الشعب من قبل حكومة العراق وإقليم كردستان، كان للحزب آنذاك كلمته والتدخل المباشر من أجل إنقاذ أرواح المدنيين في شنغال، وفيما بعد تحريره عسكريا مع متابعة محاربة التنظيم حتى اليوم إيديولوجيا ومحاربته أينما وجد. وأيضا كان للحزب كلمته وبناء على مطالب شعبية من مناطق شمال شرق سوريا من أجل التدخل ومحاربة التنظيم في كوباني. كان ذلك كبداية، وشاهدنا كيف أنهم قاموا بدحر الإرهاب هناك، وأيضا في مناطق الرقة وبعض الرقة ودير الزور. الرقة كانت عاصمة الخلافة معروفة لدى تنظيم داعش، وأيضا الحزب قام بإنهاء داعش هناك إيديولوجيا. طبعا الحزب دخل إلى المنطقة بناء على مطالب شعبية، وساند أبناء المنطقة بمحاربة هذا التنظيم، كونه كان لديه خبرة عسكرية واسعة وكبيرة نتيجة السنوات الطويلة في مناطق دفاع المشروع المعروفة بقنديل. لذلك من الواجب الإنساني والأخلاقي على الدول التي كانت تدعم التحالف الدولي من أجل دعم قسد لمحاربة داعش، من واجبها الأخلاقي اليوم أن تساهم في إزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي آنذاك دون وجه حق، وأن تساهم في إعادة النظر بما يدلي به الجانب التركي من اتهام لهذا الحزب بأنه إرهابي. لأننا نشاهد الآن في هذه المرحلة من أجل إعاقة حل القضية الكردية تقوم تركيا بمحاربة الكرد دوليا من هذا الملف، وهو ملف حزب العمال الكردستاني. هذا الملف يجب إعادة النظر فيه، يجب حله، ويجب على جميع الأطراف الدولية والإقليمية أن تدرك بأن حزب العمال الكردستاني ليس حزبا كلاسيكيا وليس حزبا عاديا أو عابرا في التاريخ. هو حزب أصبح نابعا من الشعب، وشعار حملتنا هو حزب العمال الكردستاني هو الشعب، والشعب لا يجوز حظره، لا يجب حظره. من هذا الشعار ندرك بأن الشعب هو مع هذه الحملة، وأن الشعب هو من يريد إزالة هذا الحزب من قائمة الإرهاب.